يا صباح الفل او مساء الفل على حسب بتشوفي الفيديو بتاعي امتى. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني كتير. اهلا بيكم في قناتي دردشة ماما اسمها نوها. اعذروني صوتي تعبان شوية بس واخدة دور برد محترم ويعني المفروض كنت ارتاح وانا ما ارتحتش مع الاسف يعني. طبعا ما فيش ام بترتاح حتى لو هي عيانة يعني. بس هو الدور تقل فجأة كده يعني وانا يعني بعمل الفويس بتاع الفيديو. لكن في اول يوم ما كانش باين قوي. المهم يعني النهارده بقى يوم جديد وفيديو جديد، وان شاء الله كده يعني هقول لكم كام حاجه اشارككم بيها ان شاء الله يعني تفيدكم. ميرسي جدا للايكاتكم وكومنتاتكم. يعني انا ممنونة جدا للناس المحترمة الراقية اللي بتتابعني. انا يعني بقالي سنين في اليوتيوب مؤمنة جدا ان هو مش بعدد الناس اللي بتتابعني على قد ما تكون الناس نفسها اللي بتتابعني شبهي. ودي اكتر حاجة بتبسطني جدا في تعليقاتكم. يعني الناس اللي بتتابعني هي الناس اللي شبهي، هو ده اللي انا عايزاه، مش عايزه عدد وخلاص. المهم يعني هنبتدي بقى اليوم كده مع بعضينا، نشارككم من اول اليوم تقريبا لغايه اخره. عملت للولاد سندوتشات. بصراحه انا كان المفروض سندوتشات اليوم كانت هتبقى حاجه تانية خالص غير الناجتس اللي انتوا شايفيني عماله بعملها. بس قبلها بيوم آه، كنت فضلت مشغولة لغاية الساعة 1 بالليل، فملحقتش ان انا احضر لهم اكل لللانش بوكس. فاكتفيت بان انا اخدت كام قطعة من البانيه، سوري، من الناجتس اللي انا كنت عاملاه قبلها بيوم معاكم في الفيديو اللي فات. اللي ما شافش الفيديو يروح يشوف الفيديو يقولوا لي ايه رأيكم في الناجتس. وحطيت كده في السندوتشات معاها جرجير، طبعا جرجير مفيد جدا. وكمان السلطة هديهم خيار وفلفل اخضر وطماطم، وكمان عامله لهم بلح. اللي هو المفروض بلح بالسمنه، بس انا ما عملتوش بالسمنه، انا عملته بالزيت. لان انا عندي الزبده بتاعتي لسه ما سيحتهاش. كان بقالي كام يوم عماله اقول عايزه اسيحها سياحه، يعني بنسى جامد جدا واليوم بياخدني. بالامانه انا قاعده دلوقتي بسجل الفويس عليا كم ارهاق رهيب يعني. بس انا بصراحه بتشجع جدا لما بتكلم معاكم ويعني بتشارك بقى معاكم كده، ده حاجه بتشجعني جدا مهما كنت تعبانه، لان هي حاجه بتبسطني، بحس ان انا بعدها اكيد هكون احسن. وكمان بقعد بقى استنى تعليقاتكم وكده، ولسه كنت قاريه كام تعليق من شويه عجبوني جدا جدا. بصوا، اكتر حاجه بنركز فيها في اللانش بوكس، لو هندي حاجه فيها حديد يبقى لازم ندي فيتامين سي. طب يا نهى في اللانش بوكس في ايه مديه فيه حديد؟ ابسط حاجه الجرجير ده، لو هنتكلم ان احنا مش مدين اي حاجه فيها بروتين، بروتينات كلها فيها حديد، خصوصا البروتين الحيواني يعني فيه الحديد بنسبه عاليه. طيب لو مش نجس ولا مش حاجة فيها بروتينات والكلام ده كله، أبسط حاجة الجرجير، يعني الجرجير ده فيه حديد. طب نحط جنبيه ايه؟ فيه فيتامين سي، الفلفل الرومي الأخضر أو الفلفل الألوان، كله فيه فيتامين سي. والطماطم فيها حديد، يعني لو ما حطيناش جرجير وحطينا طماطم يعني تمام. المهم ان احنا يعني يعني انصحكم بجد بالنقطه دي. لو مش ما فيش يعني لو مش بندخل مع الحديد فيتامين سي خلال اليوم اكتر من مره، يعني اكتر من 3-4 مرات من خلال الاكل، سواء الوجبه المدرسه اللي هي اللانش بوكس، لما بيجي في الغداء العشاء، ايه اللي هيحصل يا نهى؟ لو ما دخلناش مع الحديد فيتامين سي هيبقى برضو الولد او البنت برضو عندهم انيميا. لان هي مش الموضوع ان احنا ناكل الطفل حاجه فيها حديد، لازم يكون معاه فيتامين سي عشان الجسم مش بيمتص الحديد غير بفيتامين سي. وفيتامين سي موجود في حاجات كتير. هعمل للولاد شاي بلبن، هما اللي طلبوا، هما معدتهم بتتعب من اللبن جدا، اللي هو اللبن الجاموسي او البقري العادي. بس يعني الحمد لله هم شوية دلوقتي، يعني اقدر اقول ايه، بدأوا يتحسنوا. احنا منعنا اللبن كتير جدا جدا جدا، فجربنا ان احنا الصبح نشرب شاي سادة، ولو اني عارفة انه مش حلو على الريق، بس احنا عايزين اي حاجة تفوقهم الصبح قبل ما ينزلوا، لانه البنت بتنام على نفسها في المدرسة.
بتحس ان هي دماغها تقيله عليها وبتنعس حتى لو هي رافعه راسها. يعني الموضوع فوق كل حاجه يعني. مش مثلا بتسند على اوقات بتسند على الديسك وبتنام يعني، بس اوقات ممكن تبقى رافعه راسها وتنام. انا عارفه موضوع الصحيان بدري قوي، يعني احنا كنا بنصحى بدري مثلا في الاجازه 8 9، ما كناش بنصحى بقى 7 6 دي غير مثلا مره او مرتين، يعني مره في الاسبوع مثلا، مره كل اسبوعين. كنا بنصحى اللي هي بدري قوي دي الساعه 6 الساعه 7 نبقى رايحين كنيسه او كده. لكن في العادي كنا بنصحى 8 9، والاغلبيه كان بيبقى 9 وساعات 10 كمان. 8 دي كمان كانت بعض الايام اللي هو بيبقى عندنا التزام لازم ننزل من البيت الساعه 8، فكنا بنصحى 8. المهم ان انا قلت ابقى احط لهم لبن بس بسيط. اي في الفلازر كنت عماله بحط كده بالراحه حاجه بسيطه خالص، وقلت بقى عشان اروق عليهم كده طلعت لهم الفناجيل الصيني وكده. يعني ظبطتهم بقى عشان يعني ايه، بحاول كل يوم التاني اخلي بقى الفطار في اطباق شكل وفناجيل شكل والكلام ده كله. علشان يعني احاول كده الفت نظرهم الصبح. انا بلاحظ ان ده بيفرق معاهم كده وبيصحصحوا لي كده الصبح، بيتفاجئوا يعني حته ايه ده ماما انت، ايه ده حلو قوي ده بتاع مش عارف ايه. خصوصا الحاجات اللي احنا بنبقى ايه يعني مش بنطلعها كل يوم، لما بنطلعها بينبسطوا قوي. ده الحمص وهنبتدي بقى. يعني دي اول فكره النهارده اللي هقدمها في الفيديو النهارده. الحمص زي ما انتم شايفين انا هسلقه، وهقول لكم تابعوا معايا لغايه اخر الفيديو هنعمل ايه بالحمص. الاكله اللي انا الفيديو اللي فات قلت لكم في مقطع معرفتش اصوره الكلام ده كله، فانا عملت الاكل التاني بعدها بيومين 3. فقلت بقى ايه، هي الولاد حبوها جدا، وهي البتنجان المشوي مع الفلفل المشوي مع بصل مع توم. اكله مريحه جدا ما فيهاش وقفه في المطبخ. فرقت معايا لان انا كنت عايزه اعمل حاجات تانية في نفس اليوم. فاحنا بنمسك الخضار كله بنحطه في الفرن يتشوي وبس، بنطلعه نهرسه وندخله تاني ياخد كده وش وخلاص على كده بس كده. البتنجان انا طبعا شلت القشره وهرست البتنجان اللي لسه هرسه بس هو تهرس حاجه بسيطه كده. والبصلايه مشويه خالص هتتهرس مش هتتقطع. وده التوم شويته. التوم والبصله كنت حطاهم في اللي هو الورق اللي هو بتاع الاير فراير دوت، عشان انا مش عندي الورق التاني اللي هو الابيض. وحطيته عليه فويل، يعني حطيته جوه الورق وبعدين جوه الفويل، لان ما ينفعش نحط الاكل جوه الفويل مباشره بقدر الامكان. وهبتدي طلعت بقى الطمايه، نزلت كل اللي فيها ومسكت الفلفل اللي انا كنت شوياه. برضو زي ما انتم شايفين كده بشيل الجزء اللي هو بدايه العنقود كده وبقطعه. هو يعني عايزه اقول لكم دايب خالص مش متحمل يتقطع، دايب بمعنى دايب يعني، بس طعمه حلو جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده انا هحط المفروض احط كده معلقتين 3 صلصه. انا للاسف زودت عن معلقتين 3 صلصه، بس لا الاحلى هم معلقتين 3 صلصه. يعني المره اللي فاتت انا حطيت معلقتين، المره دي نقول ممكن يعني مثلا عشان الكميه كانت اكبر نقول 3. انا زودت، لا لما بلاش نزود الطماطم او الصلصه. ليه بقى؟ لما بنزود الصلصه بتقلب على مسقعه، وهي حلاوتها وطعمها ان هي تبقى مختلفه عن المسقعه. يعني هي طعمها المفروض ان هي ما تبقاش مديها مسقعه لا خالص. فيعني هي دي الحركه اللي زادت مني. هي طبعا طعمها جميل وكل حاجه، بس انا بقول لكم الفرق يعني. الا بقى لو في حد اوريدي هو يعني ايا كان الطعم هيبقى عامل ازاي بالنسبه له، هو بيحب مثلا الحاجه اللي فيها طماطم كتير او كده، هي بتبقى اذواق يعني. بحب طبعا المسقعه جدا، بس انا هدفي كان من الاكله دي ان هي يكون طعمها مختلف عن المسقعه. بس وهحط بهارات عادي خالص، فلفل اسود وملح وكمون واي بهارات عندك انتي بتحبي تحطيها في الاكل. انا حطيت شويه بهارات كده. طبعا ما حطيتش بقى ولا بودر، ولا بصل بودر ولا توم بودر ولا كده. ليه بقى؟ انا يعني هو اهم حاجه البهارات الاساسيه. اوكي، ليه بقى ما حطيتش اي حاجه تانية؟ لانه من الحاجات دي اللي هو البصل والثوم البودر، لان انا اصلا حاطه فيها بصل وثوم.
فيا خلاص انا بصوا بقالي فتره كده اتعلمت طالما الحاجه انا حاطه اصلا فيها بصل وتوم، اللي هو التوم والبصل الصحيح عادي، يبقى ما احطش توم وبصل برضه، لان هي مش كتر توابل وخلاص يعني. تمام. انا اخر مره على فكره كنت فيها في مرسى مطروح ما جبتش اي انواع بهارات خالص، الدنيا بقت غاليه جدا، فجبت الاساسيات، جبت كمون وفلفل اسود وكزبره وبس، مجبتش حاجه تاني يعني، دول بس كده. جايبه من كل حاجه، مش فاكره كان تمني تقريبا ولا ربع يعني، مش متذكره. صرفت 400 جنيه يعني بس، فقلت لا يعني كفايه كده. ده هنا بقى بعد ما طلعتها من الفرن، يعني انا هرستها وحطيت عليها الكام معلقه صلصه دول وقلبتها كويس وحيقتها ودخلتها. انا حطيت جواها كفته صغننه مدوره يعني، كانت بقيه الكفته المره اللي فاتت. تمام. هما كانوا حبه قليلين بس ادوا طعم جامد جدا للطاجن. الطاجن كان تحفه، طعمه كان هايل، يعني كلمة هايل دي كلمة بجد بجد انتوا لازم تجربوها. يعني انا عايزة اقول لكم ان انا المرة دي اصريت ان انا اصور المقطع اللي هو كان المرة اللي فاتت ما انا معرفتش اصوره، عشان اثبت لكم ان يعني اولا ان انا عملتها تاني، ثانيا ان هي فعلا جميلة. فكنت عايزة اوريكم كده كل الخطوات. هنعمل بقى ايه دلوقتي بالحمص اللي احنا كنا ناقعينه وسلقناه؟ هقول لكم دلوقتي. اول حاجه هفرم بصل وتوم. هي الكبه كان فيها اصلا انا كنت فرمه حاجه قبلها، فكنت برضو بعمل حاجات تانية، بس قلت بقى بالمره يلا افرم فيها الحمص. ادي الحمص اهو. بحطه حبه حبه. بعد الاول فرمت البصل والثوم، وبعد كده مسكت الحمص نزلته حبه حبه كده، وهبتدي ايه اخده في الكبه كام لفه كده على الهادي. وزي ما بقول لكم كده من المره اللي فاتت، انا بشغل شويه واريح شويه، واروح اقعد كده على الكرسي حبه لغايه ما الكبه تهدى حبه عشان ما تسخنش، عشان نحافظ عليها عشان تكمل معانا. وانا كمان يعني بريح من الوقفه حبه، فبقول ايه هي تريح وانا اريح لان انا مش بقدر اقف متواصل طبعا. لازم يعني مثلا لو وقفت تلت ساعه ولا نص ساعه لازم اريح على الكرسي 15 دقايق عشان اقدر اواصل يعني. لان انا الام عرق النسا زادت عليا جدا 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 الفتره دي طبعا، لانه الجهاد مستمر وقله نوم وقله راحه. بس انا واثقه ان هي مجرد ايام وهتعدي، واول ما الدنيا تتنظم معايا هتبقى تمام. هي بدات تتنظم الحمد لله يعني، بس هو الشغل كتير شويه، بس يعني ايه ربنا يسهل. انا حطيت على الحمص بطاطس مبشوره، مسلوقه ومبشوره، يعني كانت مسلوقه قطع على بعضها. انا وريت لكم المره اللي فاتت لما كنت بعمل الناجتس، كنت البطاطس اللي انا بشرتها معاكم انا كنت خدت كميه منها على البانيه، وادي الكميه التانية على الحمص. انا حطيت يعني مش عايزه اقول كميه قد ايه بالظبط، لان يعني بس يعني حبه حلوين يعني مش قليلين، حبه حلوين. ودوت الحمص ده ربع. عايزه اقول لكم انه يعني هيعمل لنا اكل كتير جدا. الربع ده، ربع الحمص ده هيظبطنا يعني. لغايه دلوقتي انا ما قلتلكوش احنا هنعمل ايه بالحمص، خليكم بقى مكملين معايا عشان تعرفوا حاجه كده ما تخطرش على بال يعني. ويعني مفيده جدا جدا للعيال، ونقدر ناخدها للعيال في اللانش بوكس، وحاجه غير مكلفه تماما، وهنقدر نديها لهم ممكن كغدا بروتين، بديل بروتين يعني، وممكن كعشاء، ممكن كسندوتشات وهم خارجين رايحين جايين تمرين بتاع كل الدنيا دي. بعد ما فرمت البطاطس مع الحمص، انا فرمت على الهادي وكل شويه وافرم لغايه ما تنعم خالص. وبعدين هحط شويه نشا كده حلوين، يعني مثلا 4 5 6 معالق كده، وهبتدي بقى اعجن. يعني انا يعني بجساج انا بصوا مش بحط بالمعيار قوي، بس انا ببقى انا عارفه قوام الحاجه اللي انا عايزاها تبقى عامله ازاي يعني، ولا تبقى متماسكه قوي وناشفه، ولا تبقى طريه قوي. انا عايزه اقول لكم ان الجزء الحبه اللي انا هسويهم انتوا هتشوفوني دلوقتي يعني من غير ما ادخلها الفريزر، فكانت طريه قوي، بس ومع ذلك قدرت ان انا اسويها. لكن بقيه الكميه بقى هحطها في الفريزر، فدي طبعا تسويتها هتكون اسهل بكتير. انا كمان عشان سويت في الاير فراير، فما كنتش محتاج ان هي تبقى يعني جامده او متماسكه قبل ما اسويها يعني. طيب هنعمل بقى الكفر ازاي؟ زي الكفر بتاع الناجتس اللي احنا عملناه بالظبط.
شوية مية فيهم شوية نشا، ملح بسيط، بس يعني. وهبتدي انزلها. يعني انا ولا استخدمت لبن ولا بيض، يعني توفير التوفير. يعني بطلعها من اللي هو الكفر السائل ده على البقسماط وبس كده. يعني انتوا متخيلين شكلها بقى زي ما انتوا عايزين، بقى صوابع شبه البانيه، شبه الناجتس، شبه اي حاجه. انا عايزه اقول لكم، انا كان هدفي ان انا اعمل من الحمص دوت بانيه، او يعني حاجه شبه البانيه، ايا كان بقى يعني شكلها او حجمها. طيب ليه؟ انا كنت عايزه اعمل حاجه بروتين ويكون فيها نسبه بروتين عالي، والحمص من ضمن الحاجات المفيده جدا، وفيه بروتين عالي جدا. انا كنت عايزه اعمل حاجه فيها بروتين عالي، تكون مشبعه، اقدر اعملها للولاد كساندوتشات في اللانش بوكس، من غير تكلفه عاليه، وتكون مفيده. وكمان ممكن استخدمها كساندوتشات في العشاء، ممكن استخدمها كسناكس مثلا، او غدا سريع عقبال ما اخلص الغدا. عارفين انتوا بقى الحركات دي يعني كده. يوم ما لحقتش ان انا اعمل فيه اي حاجه، او مطلعاها مع شويه رز ولا شويه مكرونه كده، اكله تمام جدا وخلصت. فده كان هدفي. يعني انا نفسي دايما اعمل حاجات زي كده، وان شاء الله هو ده اللي انا هعمله معاكم الفتره الجايه. هنمسك اصناف كتير هي تعتبر سعرها في متناول ايد الناس كلها، ونقدر نطلع منها اصناف حلوه جدا هتنفعنا وقت المدارس. وده كان شكلها بعد ما حطيت الكفر، وده كان شكلها بعد ما استوت. شايفين شكلها وجمالها؟ انا مش عايزه اقول لكم ريحتها كانت عامله ازاي اصلا من قبل ما اسويها. يعني انا وانا بعملها في ايدي كانت ريحتها كانت جميله جدا. انا عايزه اقول لكم ان هي قبل ما ادخلها الاير او ان انا اسويها، هي اصلا المكونات كلها مستويه. حمص مسلوق، والبطاطس مسلوقه، فيعني هي اصلا حاجه مستويه. يعني حتى لو انتوا مثلا حابين تقلوها، هتقليها تاخد لون بس، لكن هي كسوى مستويه. بس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتم منه. بصوا بقى لما جيت قسمتها من جوه، شايفين عامله ازاي؟ خطيره، عايزه اقول لكم خطيره بمعنى خطيره. حلوه قوي، غير مكلفه، مكوناتها بسيطه. ما حطيناش اي مكون ممكن يكون خزعبلي يعني، او مش او صعب ان احنا نجيبه. كلها حاجات بسيطه وسهله ورخيصه. والكفر انتوا لو مش عايزين تعملوه بقسماط وعايزين تعملوه مقرمش، براحتكم. يعني دي كلها مثلا الكفر الاولاني اللي هو السائل ده، لو عايزين يبقى بيض ولبن، اوكي. يعني كل واحد بيعمل حسب المتاح. انا عملتها بابسط الامور، لان احنا حاليا يعني كل الناس بتعاني من الحالة الاقتصادية. فانا حاولت كده ان احنا يعني نشجع بعض، ازاي نقدر نظبط ميزانياتنا باقل ما يمكن. بس وميرسي جدا ليكم، واقول لكم باي باي.